السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم كاملين معنا في هذا الفيديو. الفيديو ديال اليوم اللي غادي نتحدثوا فيه على الماتش ديال المنتخب الوطني المغربي امام المنتخب الموزمبيقي يوم غد الجمعه على الساعه 8 مساء على ارضيه ملعب طنجة الكبير. غادي ندير واحد التوقع للاسماء اللي يقدر يدخل بهم وليد الركراكي يوم غد. وما تنساوش في الاول اخوان تخليو واحد لايك سبسكرايب ويلا نبداو. فنبداو اولا اخوان مع الغيابات اللي يقدروا يكونوا مع هذه اللائحه هذه اللي عيطلها وليد الركراكي. راه ما كاين حتى شي غيابات الاخوان باستثناء اللاعب نايف اكراد اللي تم الاستبدال ديالو باللاعب عبد الحميد ايتبودلال. وبداو الاخوان في توقع التشكيله، وبداو مع حراسه المرمى اللي فيها ثلاثه ديال الاسماء اللي هما مهدي الحرار الحارس ديال الرجاء الرياضي، وكذلك منير المحمدي الحارس ديال نهضه بركان، والحارس ياسين بول والحارس ديال الهلال السعودي. فكنشوف ان هذا المركز هذا يعني محسوم الاخوان لصالح ياسين بونو نظرا للجاهزيه ديالو. اما بالنسبه لخط الدفاع فهنا الكارثه الاخوان، يعني خط الدفاع فراه كنعانيو منه كما كيعرف كلشي الاخوان. وانا غادي ندير التوقع ديالي، كنشوف ان اللاعب ادم مسينا غادي يلعب الى جانب ديالو جواد الياميق، الظهير الايمن غادي يكون نصير مزراوي، الظهير الايسر يوسف بالعمل. اما بالنسبه للمركز خط الوسط فراه اكثر مركز كيتعتبر فيه الاستقراريه حاليا في المنتخب الوطني المغربي، فالمدرب وليد الركراكي فراه ما غاديش يبدل بزاف في هذا المركز هذا، فغادي يدخل باللاعب نائل العناوي واللاعب عز الدين أناحي امامهم المتالق اسماعيل السيبار. اما بالنسبه لخط الهجوم الاخوان فكنشوف انه يقدر يبدا برايم ديال جناح ايمن، وعبد الصمد الزلزولي جناح ايسر، وفي راس الحربه كنشوف انه يقدر يبدا اللاعب حمزه ايكاما في هذا البوست هذا. وفي الاخير الاخوان متنساوش خليونا الاراء ديالكم، يعني واش هذه هي التشكيله المثاليه اللي يقدر يدخل بها المنتخب الوطني المغربي امام الموزمبيق. وما تنساوش خليونا الاخوان كذلك واحد لايك سبسكرايب، دعمونا باش نستمروا في تقديم هذا المحتوى، ويلا نشوفوا مورا الماتش.